جميل، لكنه تأثر بفكر داعش بالحاجات الموجودة على الإنترنت، وأنا هحاوره بالحاجات اللي هم بيقولوها على الإنترنت. يلا نبدأ. هو قال لي مش ربنا أمرنا بجهاد وقتال كل أعداء الإسلام؟ رديت عليه وقلت له أدي أول خطأ وقعت فيه. خلي بالك، القرآن فرق بين الجهاد وبين القتال. كل آيات الجهاد لما تقراها جملة واحدة بتتكلم على بذل الجهد، بتتكلم على البناء، بتتكلم على عطاء. كلمة جهاد يعني بذل جهد وعطاء وبناء. طب والقتال؟ القتال بيتكلم عن معركة عادلة بين جيشين. الجهاد أعم بكتير من القتال. قال لي ماشي، يعني مش هو ده الموضوع؟ مش في آيات في القرآن بتقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ مش في آية في القرآن بتقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب؟ مش في آية في القرآن بتقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مطرح ما تلاقوهم؟ مش القرآن بيقول كده؟ رديت عليه وقلت له وده تاني خطأ وقعت فيه. ليه؟ لأن أنت ما قريتش القرآن جملة واحدة، لازم تجمع كل آيات الجهاد وتقراها سوا. لأنك لو جمعت آيات الجهاد هتلاقي الآيات اللي أنت قلتها بتاعت اقتلوهم مقيدة بآية بتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا مقيدة بالذين يقاتلونكم، ما تقاتلش إلا، الآية بتقول كده، إلا الذين يقاتلونكم. أنت ما قريتش الآية دي؟ ما قريتش القرآن على بعضه؟ الآية دي بتقول القتال في الإسلام لرد الاعتداء، اللي اعتدى عليك ترد الاعتداء. ومش كده وبس، وقام قايل لك إيه؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يكره المعتدين. فرد عليا وقال لي بسيطة قوي، ما هو داعش بتعمل اللي بتعمله عشان ترد الاعتداء اللي واقع على المسلمين من أعداء الإسلام. أديك قلتها. رديت عليه وقلت له وأيضا ما قريتش القرآن جملة واحدة، لأن في آية تانية بتقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. حط تحتيها 100 خط، بمثل ما اعتدى عليكم. يعني ايه عليه؟ على ذات المعتدي، ما تعتديش على حد تاني، اعتدي على ذات اللي اعتدى عليك. يبقى تقتل صحفي فرنسي دم في رقبتك يوم القيامة، يبقى تقتل الصيادين المصريين دم في رقبتك يوم القيامة، ويكرهك الله، يكره المعتدين. القرآن جملة واحدة، كأن ربنا بيقول لك مالكش حل علشان تلاقي نفس اللي اعتدى عليك إلا معركة عادلة بين جيشين. مش هتعرف تجيب نفس اللي اعتدى عليك إلا بمعركة جيش قدام جيش، معركة عادلة. بس كمان خلي بالك، القرآن جملة واحدة، قبل ما تخش في معركة القرآن يقول لك حاجة عجيبة قوي، دور على كل الطرق اللي تاخد بيها حقك بالسلام أولا، ترد الاعتداء الأول بالسلام. جبتها منين؟ بص الآية دي، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خبطوا على كل الأبواب بتاعة السلام عشان تاخدوا حقوقكم. الله، القرآن جملة واحدة يتفهم كده هو. يبقى أول حاجة قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الإسلام لرد الاعتداء. 2 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هو. 3 ابحثوا عن كل الحصول عن الحق من خلال السلام، ادخلوا في السلم كافة. ما نفعش ادخلوا في معركة، بس ساعتها بقت معركة عادلة بين جيشين، ساعتها بقى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، زي أي جيش في الدنيا، زي ما انجلترا بتعمل وامريكا بتعمل واليابان بتعمل. داخله معركه لازم تحفز الجنود بتاعتها. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ليه؟ لانها معركه عادله. كده القرآن جمله واحده. رد عليا وقال لي يا سلام، يعني انت عايز تفهمني، هفترض ان كلامك صح، طب والفتوحات الاسلاميه اللي عملها عمر بن الخطاب، ده عمر بن الخطاب اللي راح فين بقى لرد الاعتداء؟ طب ما عمر بن الخطاب هو اللي فتح مصر والشام والعراق. رديت عليه وقلت له بس خلي بالك، الظرف اللي حصل فيه الفتوحات الإسلامية إن كانت دولة وليدة، المسلمين في المدينة، والفرس والروم عايزين يقضوا عليها. ده كان بيرد اعتداء برضه. انت ناسي إن عمر بن الخطاب والنبي عايش قبل ما يموت النبي بسنة، مرة نايم في بيته قبل صلاة الفجر لقى الباب بيخبط، فقال لقى الباب بيخبط جامد، ففتح الباب وقام قايل اللي بيقول له ماذا حدث؟ أهجمت علينا الروم؟ كانوا متوقعين ان الروم هتهاجم عليهم. انت ناسي ان النبي مات وقال جيش أسامة بن زيد يطلع لقتال الروم عشان قبل ما يهاجمونا؟
انت ناسي ان ابو بكر في حروب الردة بيحارب حروب الردة، لكن يقول لازم جيش اسامة يطلع، طب يفتح على نفسه معركتين. كان في تهديد. وبعدين مين قالك ان الفرس والروم كانوا اصحاب الارض؟ دول كانوا محتلين لمصر والعراق وسوريا، والاسلام راح يرفع الظلم عن البلاد دي. يا جماعة كل اللي انا بحكيه ده في فكرة القرآن جملة واحدة. لسه حواري مع الشاب مخلص، لكن تعالوا نكمل بعد الفاصل. تعالوا نكمل نفس الحوار اللي أنا بدأته مع الشاب اللي عمال يقول لي على هذا الفكر بتاع داعش. فرد عليا وقال لي طب وإيه رأيك أنت بتقول إن الإسلام لرد الاعتداء، وإيه رأيك في حديث النبي اللي بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ النبي بيقول كده. قلت له أولا أنت مش فاهم الحديث، ثانيا ما ينفعش حديث يتعارض مع آية. قال لي والآية بتقول إيه؟ قلت له الآية بتقول لا إكراه في الدين، نص واضح. وأصول التشريع في الإسلام إن كليات الدين يبدأ تشريعها من القرآن، والسنة شارحة ليها، ما ينفعش يحصل تناقض. قال لي طب ما يبقى إيه معنى الحديث؟ قلت له الحديث معناه كلمة الناس، أمرت أن أقاتل الناس في اللغة العربية تعني كل البشر أو تعني مجموعة محددة إن شاء الله 10. لذلك الآية تقول لك إيه؟ الذين قال لهم الناس، وكانوا عدد قليل، إن الناس قد جمعوا لكم، والمقصود بها قريش. شفت؟ يبقى كلمة الناس لها معنيين، مش معناها إن كل الناس. فالنبي في الحديث ده بيتكلم على قريش، ومش بيقول هفضل أحاربهم لغاية ما يسلموا. ده النبي بيقول قريش مش هتوقف الحرب لغاية ما يؤمنوا بيا في الآخر. النبي مش بيقول سأحاربهم وأكرههم على الإسلام. أنت فهمت الحديث غلط. فرد عليا وقال لي طب أنت كده بقى بكل الكلام اللي أنت قلته لغيت الجهاد، حولت الجهاد لمعنى مايع، خليت ان الجهاد مجرد يعني اللي هو الفريضة العظيمة في الإسلام. قلت له لا، أنا ما قلتش كده، الجهاد باقي إلى يوم القيامة، لكن لكل عصر جهاده. النبي زمان قام قايل خلوا بيني وبين الناس، خلوني أكلم الناس، رفضوا، قريش رفضت فجاهدهم. دلوقتي ان مفيش حد منعنا ان احنا نكلم الناس، الانترنت فاتحها للدنيا كلها. جهادك ادخل على الانترنت وكلم البشر كلها، وحط تقنية حديثة ازاي نوصل صوتنا للعالمين، ده جهاد. لا، وجهاد العصر كمان جهاد البناء. والله العظيم بلادنا دي مش هتقوم إلا بجهاد ناس تعرق وتشتغل علشان تبني بلادنا. المشكلة الحقيقية إن إحنا شعوب ما بنشتغلش، ما بننتجش. جهاد النهاردة ابني وعمر علشان نبقى في حاجة بنقدمها للعالم. عمر بن الخطاب شاف واحد من الحرفيين، راجل كده بيشتغل بإيده، حرفي شاطر، قال له أنت رايح فين؟ قال له أنا طالع جاهد في سبيل الله في معركة. فرد عليه عمر بن الخطاب وقام قايل له أولست في جهاد؟ ارجع فإن عملك جهاد، الحرفة اللي أنت بتعملها دي جهاد. سفيان بن مالك عمر بن الخطاب بعته والي على البصرة، فبعد سنة ما بقى والي حاكم على البصرة، رجع عمر بن الخطاب قال له كفاية عليا سنة، أنا عايز أطلع جاهد في سبيل الله. قال أولست في جهاد؟ عمر بن الخطاب كان فاهم جهاد البناء إن هو جزء من البناء، الجهاد باقي، ولكن لكل عصر جهاده. وجهاد العصر دون ابني وعمر عشان نقف قدام الغير أقوياء، فبدل ما يضغطوا علينا وياخدوا خير أرضنا نقول لهم لا، نتبادل المنافع. قلت له عندك أي حجة تانية؟ ما كانش عنده حاجة تانية يقولها. قلت له لكن أنا عندي حاجة أقولها. أنا شايف في وجهك قسوة، وشايف في وجهك شدة وعنف. دي مش شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أنا اللي أعرفه عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو رحمة للعالمين. إيه رأيكم يا جماعة؟ خلاص أنا اديت لكم المثل بتاع داعش ده، خلص. ممكن بقى حضرتك تقرأ